مين اللي هيبقى معاه فول هاوس في الاخر؟ مين اللي هيكسب ترابيزة البوكر اللي احنا شايفينها عمالة بتتلعب قدامنا دي؟ اجن سيناريو ممكن تشوفوه في حياتكم ممكن يحصل في البريمير ليج السنة دي، لو من النهاردة لحد 24/5 اللي هو اخر مباراة في الدوري الانجليزي بيب جوارديولا كسب كل مبارياته وارتيتا كسب كل مبارياته وخسر بس المباراه الوحيده اللي هتبقى ما بينهم هما الاثنين، الاستاذ ده هيبقى عنده 85 نقطه والاستاذ ده هيبقى عنده 85 نقطه. ودي هتبقى اول مره في تاريخ البريمير ليج يحصل نفس السيناريو ده من 2011 2012 وقت ما السيتي كان عندها نفس عدد نقط مانشستر يونايتد والسيتي كسبت بفرق الاجوان الرهيب اللي كان عندهم. تخيلوا فعلا بجد لو السيناريو ده اتكرر، ما هو لو اتكرر معناها ان السيتي هتعملها تاني، لان الازرق ضد الاحمر نفس عدد النقاط بس معدي بقى بالاجوان يا باشا. سيبكوا بقى من كل ده، حد شاف الخبر ده كده عدى من قدام عينينا فجأة كده؟ هو ايه العبث ده؟ ايه العبث اللي حصل فجأة ده؟ توني كروس حاج فلورنتينو بيريز طلبه وراح له بنفسه واتكلم معاه ان هو يجيبه يشتغل جوه في ريال مدريد في النادي نفسه. ايه الحوار ده؟ حصل امتى وازاي وعدى علينا ازاي ازاي امتى فين ازاي ليه هتعمل ايه؟ مش فاهم والله.